بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحتكم تكون لاباس. رجعت لكم اليوم فيديو جديد، وصفة جديدة راح نشارك معاكم لي بانكيك بواحد الطريقة سهلة سريعة بدون ما تعقيدات. يعني غير بزوج حبات بيض خرجت لي كمية كبيرة. ممكن نديروهم بالعسل ولا نديروهم بالشوكولا، يعني على حسب الرغبة نتاعكم. لهنا نبداو في المكونات. عندي زوج حبات كبار نتاع البيض، عندي مغرفة صغيرة لافاني ولا ممكن تعوضوها بمبشور الليمون ولا البرتقال، يعني المنكه على حسب اللي تبغوه. عندي قرصة نتاع الملح، نص كاس سكر، نص كاس زيت، 3 كيسان تاع الحليب، 4 كيسان فرينة، وعندي خميرة كيميائية. بالنسبة للسكر ممكن ديروا حتى الكاس، يعني على حسب الحلاوة اللي تبغوها، ولكن من المستحسن ديروا غير نص. يعني تكفي وتوفي باش ما يجيش حلو بزاف، لانه راح نزيدوا الشوكولا ولا العسل وراح نكسروا هذيك الحلاوه، يعني ما تكونش صامته بزاف. كما راكم تشوفوا ندير البيض، نزيد لافاني ونخلط مليح بالخلاط اليدوي، كما ممكن ديروا بالخلاط الكهربائي ولا ديروا في البلاندر، يعني على حسب الاختيار نتاعكم. ممكن تخلطوا كلش في بالباتور ولا تخلطوا في الروبو، تخلطوا كلش المكونات وديروهم في الروبو وتخليو الفرينة حتى الاخير. يعني نديروا البيض مع الزيت الحليب لافاني، تخلطوا كلش في الروبو، ومن بعد زيتوا الفرينة بالتدريج. ضفت نص كاس نتاع الزيت ونخلط مليح، يعني ما نحبسوش تخلط. نبدا بالسوائل هي الاولى ونضيف الحليب. بالنسبه للحليب درت 3 كيسان كبار، يعني 3 كيسان معمرين مليح. والحليب يكون يعني يكون بدرجة حرارة الغرفة، ما يكونش مغلي وما يكونش بارد بزاف. والله هنايا شوفوا هسه يكون كبير باش يساعدكم من تكونوا تخلطوا. نخلط مليح حتى يذوب السكر، وراح نضيف الفرينة بالتدريج. ندير الكاس الاول. الفرينة لازم تكون مغربلة، وهنا الكاس يكون ممسوح، يعني ما يكونش معمر بزاف باش يجينا لي بانكيك يجونا خفاف. ندير الكاس الاول ونخلط ونضيف الكاس الثاني ونخلط غير بالعقل. هنا يكون ديرو في الروبو يكون احسن. ونضيف الكاس الثالث والرابع، ونضيف كيس نتاع الخميره الكيميائيه. الخميره الكيميائيه غربلوها، انا نسيت ما غربلتهاش، غربلوها باش ما ديرناش الحبيبات هي والفرينه. نخلط مليح مليح حتى يولي لي خليط يكون ثقيل شويه، يعني ثقيل على نتاع البغرير. ونجيبو هنايا مقله نسخنوها مليح، ومن بعد نقصوا عليها ونبداو نديرو في الخليط نتاعي بالتدريج. تبغوا ديروهم صغار ولا ديروهم كبار، يعني ديروهم ميني بانكيك ولا ديروهم الحجم نتاعهم يكون كبير، يعني على حسب الرغبه نتاعكم. نديرهم في المقله هنا بعد ما سخنت مليح. من نشوفوهم نشفت قبل ما دير هذوك الفقاعات، ولا نشوفوهم دارت غير وحده ولا زوج، نقلبوهم. ما تقلبوهمش مباشره، علاش؟ لانه غير تقلبوهم هذاك الخليط يكون ما نشفش من الفوق، يعني ويسيح لكم من الجهه الثانيه. غير بالعقل ونقلبوهم.
هنا كنت ندير غير بالمغرفة. كاين قارورات سبيسيال نتاع لي بانكيك ممكن تستعملوهم ولا ديروا بهاد الطريقة، ولا تفرغوهم في الغراف وتفرغوا غير بشويه كيما نديروا البغرير. فوالا هنايا كيما راكم تشوفون نخليهم ينشفوا مليح من الفوق باش نقلبوها. شوفوا اللون نتاعهم كيفاش ولا، ونحاول نضغط مليح مليح في الاطراف باش يدير لي لون موحد. هنايا بزاف منكم قالوا لي لي فيديو ما راهمش يطلعوا لنا، نقولكم ما راكمش تشوفوا بزاف لي فيديو نتاوعي. فعلوا زر الجرس هكا باش غير يوصلكم، غير نطلع فيديو جديد يوصلكم مباشرة، ولا باش يطلع لكم في الاقتراحات. فوالا درت هنايا النص صغير والنص درتهم كبار. نمر هنايا للتزيين، يعني شوفوا الكمية اللي خرجت لي، يعني كمية كبيرة ما شاء الله، خرجت لي كمية معتبرة. وشوفوا القوام تاعها كيفاش جاو خفاف. نمر هنايا للتزيين، راح ندير الشوكولا. هنايا استعملت شوكولا تاع شوكولا للطلي، نديرها خطوط بهذا الشكل. هنايا جبت فرشيطة ودرتها خطوط بهذه الطريقة. هنايا التزيين يبقى اختياري، ممكن ديروا كل وحده ولا ديروا حبه فوق حبه وديروا الشوكولا، ولا ديروا ما بيناتهم العسل، يعني على حسب الرغبه نتاعكم. وعندي هنايا لي ميني ميكس هذوك اللي يجوا مخلطين، ممكن تستغناو عليهم. والكبار هنايا درتهم بالعسل مع شويه نتاع المكسرات، يعني نتاع الشوكولا يجوا بنان بزاف على نتاع العسل، وكل واحد والرغبه نتاعو. فوالا وراح ندير شويه نتاع المكسرات من فوق غير اللي عندكم. فوالا ولي بانكيك تاعي راهم واجدين. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ونتمنى تجربوها. خلوا لي رايكم كالعاده في التعليقات، وما تنسونيش باللايك وابوني هكا باش يوصلكم كل جديد. ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.